الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله تبارك وتعالى وعظموه في أعظم أيامه، فإن هذه الأيام أعظم أيام الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام الدنيا أيام العشر. أعظم أيام الدنيا أيام العشر، فجدوا واجتهدوا وتزودوا فيها من البر والتقوى وجانبوا الإثم والهوى. قال تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. أيها المسلمون عباد الله، فضائل هذه الأيام كثيرة، وبعضها فيه خصائص لا توجد في البعض الآخر من هذه الأيام، ومن ذلك يوم عرفة ويوم النحر. فيوم عرفة عباد الله أولا هو يوم من هذه العشر، وهو يوم من أيام الأشهر المحرمة، وهو من أيام العشر المفضلة، وهو من الأيام المعلومات المذكورة في قوله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد أقسم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مما يدل على فضله وعظمته، وهذا من خصائصه، فقال: وشاهد ومشهود. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. ويوم عرفة يا عباد الله هو يوم كمال الدين وتمام النعمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. عباد الله، يوم عرفة أيضا هو يوم عيد للمسلمين، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وننبه هنا: أيام أكل وشرب أو يوم أكل وشرب ليوم عرفة هو للحاج فقط، أما نحن فيسن ويتأكد علينا صوم ذلك اليوم، أي صوم يوم عرفة. ويوم عرفة يا عباد الله هو ركن الحج الأعظم، فمن فاته الوقوف فاته الحج،
معذورا كان أو غير معذور. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يوم عرفة يا عباد الله هو يوم المواجهة بأهل الموقف، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا. والأهم من ذلك أيضا هو يوم العتق من النار، هو يوم العتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو أي ربنا تبارك وتعالى، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يوم عرفة هو يوم العتق من النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وما أحضرناهم في الله وحبونا فيه من النار. ومن أراد العتق فليشد ويشد المحضر ويجتهد يوم عرفة، يجتهد في هذه الأيام العشر يا عباد الله، لأنها أفضل أيام الدنيا، ولا سيما في يوم عرفة، لأن يوم عرفة فيها من الفضائل ما ذكرنا، وأكبر ما فيها هذا الذي ذكرناه هو يوم العتق من النار. فمن أراد أن تؤتق رقبته من النار فليجتهد في ذلك اليوم ويلح إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، ويلح على الله تبارك بالدعاء، لأن يوم عرفة أيضا هو يوم الدعاء، هو يوم الدعاء، يوم ترتيب الألسنة لذكر الله تبارك وتعالى وبكلمة التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثروا من هذا الذكر، أكثروا من كلمة التوحيد، تلهب بها ألسنتكم في كل وقت، ولا سيما في يوم عرفة، لأن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويوم عرفة أيضا هو يوم الصوم، فصوم ذلك اليوم العظيم يكفر سنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلا تفرقوا ولا تتفاوتوا ولا تتكاسلوا من صوم هذا اليوم يا عباد الله. ويوم عرفة كما تعرفون هو يكون يوم الاثنين القادم الموافق 19/7/2021، وهو يوم الدعاء أيضا، وكما ذكرنا ويوم ترتيب الألسن بكلمة التوحيد. وهذه الأيام العشر هي أيام التكبير، فكبروا في كل الأوقات وقولوا: لا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الله سبحانه وتعالى أكسبتير الرابون شيخ الفاضل أفتح الله
tacksamheten till Allah subhanahu wa ta'ala. Må Allah subhanahu wa ta'ala och ingångarna be om profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Detta khutba handlar om de här bästa 10 dagarna som Allah subhanahu wa ta'ala har förhindrat om hela år. Och det betyder de 10 första dagarna i Dhul-Hijr som vi befinner oss idag. Och som förlänger sig ända fram till Eid al-Adha inshallah. Som kommer att falla nästa tisdag den 21, alltså nästa vecka. Så vår khutba handlar om att vi måste bli och vara mest aktiva under de här dagarna för att Allah subhanahu wa ta'ala har tillagt till oss att det är de bästa dagarna som Allah subhanahu wa ta'ala förordrar under hela året. Och därför att vi som muslimer utnyttja de här dagarna att be dem för de som kan också fasta alla de här 10 dagarna och att börja innan i hög hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och de som inte kan, så man får liksom inte missa den bästa dagen Arafat nästa måndag inshallah den 20 juli som är faller nu på måndag. Så det är därför den dagen, om man fastar den dagen, alltså för oss som bor utanför Mecka, för hujjaj som är under pilgrimsfärden, de firar den dagen där. Men vi som är resten av muslimerna utanför Mecka sprider hela världen, så vi har liksom chansen att kunna också tillbjuda Allah subhanahu wa ta'ala under den här dagen att vi fastar. För att fastan under Arafat, det är den bästa fastan. Det är en dubbelbelåning. Allah subhanahu wa ta'ala accepterar den här fastan. Den förlåter oss för ett år sedan, man kan säga förra året. Och sen, de möjligheterna också som vi kan göra nästa år, vad qaddar Allah, såra, små, man kan säga synd. Allah också förlåter dem. Så var kan man hitta en sådan belöning för en dag? Så det är därför att vi måste liksom vakta oss om den dagen som inte bara går precis som alla andra dagar. Vi måste liksom vara aktiva och fasta den dagen. Så att vi inte vill missa den här belöningen, den stora belöningen. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptera våra välgörenhet och att Allah subhanahu wa ta'ala blir salatu wa salam ala rasulillah. Jag har också kan tillägga en information som moskéstyrelsen, eftersom nästa tisdag det är Eid al-Adha. Det är Eid. Det är därför att vi närmar och vi informerar precis som alla. Man kan säga det som vanligt att Salat al-Eid kommer att införa i år 2 omgångar. Klockan 8 första gruppen, klockan 9 andra gruppen. Kvinnorna också får chansen den här, för att de inte varit i moské och mer än ett halvår. Så de får också chansen att inte missa i bönen, så att den här Arjan moskén här och utanför här också ska vara enbart för kvinnor. För männen, vi kommer att liksom ha framför parkeringen här, framför kvinnorna och bakom den nya moskén. Och så kommer imamen att befinna sig där. Och vi kommer att sprida oss under hela den här framför området. Och så vill låta kvinnorna utnyttja moskén här och kanske i Arjan här utanför. Men Allah subhanahu och sen ta med er bönemattor, regnkläder ifall om det blir regn, så att vi inte blir överraskade att det blir dåligt väder eller så. Och sen man måste hålla mod och att man gör dikar hela tiden inshallah. Så klockan 8 första gruppen och vi måste komma tidigt om vi ska hålla den bästa platsen. Parkeringen, de som går in till alla behöver inte ta med sig in för att det är ont om parkeringen. Vi har bara den här som man kan säga eftersom de öppnar Viaplats klockan 10 så vi kan utnyttja den före. Och sen de andra parkeringar för de som bor utanför Viaplats, men de får vara bästa att de kan komma hit. Och så kommer vi tid inshallah. Alltså första gruppen klockan 8 och sen klockan 9 andra gruppen. Jazakumullah khair.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن من اتقى الله تبارك وتعالى وقاه، ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، تحدثنا فيما سبق عن يوم عرفة وفضائله، وسنتحدث الآن في يوم النحر. ويوم النحر هو يوم عيد الأضحى الذي هو أكبر أعياد المسلمين وأفضلها، لأنه في أفضل أيام التشريق، لأنه في أفضل الأيام وأشرفها هذه العشر، وفيه أكثر الشعائر وأعظمها. هذا اليوم هو أكبر أعياد المسلمين، تشرع فيه الأضاحي، وهي سنة مؤكدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له هجلة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيا هذه السنة بفعله، فصلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. قال صحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه: فرأيته واقعا أبوه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. هذه السنة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فأحيوا هذه السنة وقوموا بها. وكما تعلمون، نحن في هذه البلاد لا نستطيع أن نضحي هنا، فكل منا وكلنا ولله الحمد عندنا جدة إلا قليل، كلنا عندنا جدة لنقيم هذه السنة ونحييها. فضحوا وأرسلوا الإحياء إلى بلدانكم وإلى وكلائكم. وفي هذا المركز يوجد الشيخ جبريل، هو بيننا الآن، من أراد أن يوكله فوكلوه، وهو يقوم بفعلها بدلا عنكم، وله داعية خيرية تقوم بذلك. جزاه الله خير وجزاكم الله خير جميعا. فأقيموا هذه السنة واحيوها بارك الله فيكم، ولا تتهاونوا فيها. عباد الله، كما سمعتم سيصلي صلاة عيد الأضحى المبارك في هذا المسجد المبارك على دفعتين. الصلاة الأولى ستقام في الساعة 8، والصلاة الثانية ستقام في الساعة 9. فمن أراد أن يصلي في الصلاة الأولى فبكروا بارك الله فيكم، بكروا بارك الله فيكم، لأن الساعة 8 ستقام الصلاة. فالذين يصلون في الصلاة الأولى يبكروا بدري ويتقدموا، جزاكم الله خير. ولا تبخروا كلكم لتنتظروا الصلاة الثانية حتى ما يكثر العدد ويكون موجود الإنسان وخلص من الصلاة بسبب ضيق المكان. فبكروا وهذا المكان كما سمعتم المسجد، وما حوله من الخارج سيكون للنساء، وما قبل المسجد الواقعين سيكون للرجال. فجدوا واجتهدوا. ولو الأهم من كل ذلك يا عباد الله، بسبب دائرة كورونا كم فاتنا من الأعياد؟ 3 أعياد فاتونا بسبب دائرة كورونا. وكم أخذت كورونا من الناس من العالم؟ كم راحوا فيها؟ ونحن بحمد الله كتب الله لنا البقاء، فسلمنا ووقانا منها، وسنصلي العيد. وهذا يستوجب علينا الشكر والحمد لله تبارك وتعالى. فاحمدوا الله واشكروه، فبالشكر تدوم النعم. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم
ولئن كفرت إن عذابي لشديد. فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونسأله تبارك وتعالى العون والتوفيق ليستعملنا في طاعته وفيما يحب ويرضى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمن مات بهذا الموت من المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واكرم لهم يا رب العالمين، وتقبلهم شهداء يا رب العالمين، واغفر لموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. انا ندعوك يا رب العالمين ان ترفع هذا الوباء وهذا البلاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين، وأن تحفظنا وتسلمنا منه بشرية جمعاء. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.